بصوا الخلطة اهي بقت عاملة شبه الشاي شوية. وعلى فكرة انت اشربوا منها، دي جميلة قوي. شطة حراقة. وهنحط تاني معلقتين حلبة. دي حلبة حصى اهي، معلقتين حلبة او 3 معالق، دي مش هتضر لانها حلوة مفيدة. بس اهم حاجة لو انت طهر بيه الحيطان كده، لان طبعا كان فيه هنا فراخ قبل دي، لازم نطهر بيه كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم كل متابعيني وحبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا كلكم بخير وفي احسن صحة وسعادة وراحة بال. اللهم فك كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى أمة محمد يا رب، ومرضى المسلمين آمين يا رب العالمين. النهاردة الفراخ عمر 29 يوم. هنشوف هنعمل لهم ايه. هم صدرهم بيخروش، هم بسم الله ما شاء الله اهو. خلي بالكم ان دول كانوا فرز تاني، يعني دول مش فرز اول. بالخلطات والحاجات اللي بنحطها، اللهم صل على سيدنا محمد، الله اكبر، اللهم صل على النبي. يعني هم بقوا ما شاء الله، بس هم عندهم خشخشه كده في صدرهم وبيكحوا من البلكونه. البلكونه عندي برد بالليل، الدنيا بتسقع بالليل، فصدرهم بقى يخروش. هعمل لكم اقوى خلطه واقوى مشروب للصدر وللخشخشه الصدر وللكحه. خليكم معايا عشان تشوفوا اقوى مشروب. وهنفرش فوق، هنفرش لهم الصندوق فوق وهنطلعهم فوق بقى. انا ما غيرتلهمش الفرشه لان احنا هنطلعهم فوق. خليكم معايا، فيديو قوي وفيديو جميل. خليكم معايا وتابعوني وصلي على رسول الله 10 مرات، وقولوا لا حول ولا قوه الا بالله 10 مرات. واللي اول مره يشوفني يشرفني بالاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. واللي متابعني يحط اللايك بقى عشان اللايك بيرفع الفيديو. خليكم معايا لاقوى مشروب واقوى خلطه وتوفير العلف. ان شاء الله هعمل لكم خلطه لتوفير العلف. خليكم معايا. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل اول حاجه هنعملها في الميه ايه. اول حاجه عندي ورق جوافه. ورق جوافه ده اخضر، انا مفرزاه وحطاه في الفريزر كده. اي حد عنده. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحطها على الميه هي معلقه ينسون. بصوا ينسون اهو، معلقه ينسون، معلقه صغيره يعني مش كبيره، ومعلقه نعناع. وعلى فكرة المشروب ده لو حد من العيال عنده كحة او اي حد او انت او اي حد عنده كحة او صدر وجعه، الوصفة دي هايلة كمان للبني ادمين مش للفراخ بس. تالت مكون عندنا اللي هو ورق الجواف. انا عاملة ورق الجوافة ده حطاه في الفريزر كده، حطاه لنا الفراخ. هو حلو قوي، احسن كمان من دواء الكحة اللي هو بالجوافة ده. بصوا انا مفرزاه يقعد كده عندك سنة كاملة كده. هو طالع من الفريزر اهو. هنحط قد شويه ورق جوافه زي دول كده، وهنغطي عليه عشان الزيوت الطياره ما تطيرش منه، وهنسيبه يغلي وياخد مع نفسه ويدي كده على نار هاديه، يغلي لما الورق ده يستوي خالص. يلا تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه على الاكل. معلش البخار كان جه على الكاميرا. بصوا الخلطه اهي بقت عامله شبه الشاي شويه. وعلى فكره انت اشربوا منها، دي جميله قوي. خليها كده واشربوا منها. هنحط بقى منها شويه على الميه كده. الميه اهي دي السقايه. طبعا هنخليها تروق عشان ما تسدش العين بتاعه السقايه. شويه بس اهم في السقايه، وما اطلع فوقها ازودهم ميه. اللهم صل على سيدنا محمد. دول 3 كيلو عليقه هم. دول 3 كيلو عليقه صيني 21%. هنحط عليهم، هما دول 3 كيلو، هنحط عليهم قد كيلو الا ربع كده تشيشه. دي تشيشه وسط اهي. ماشي، ده قد كيلو الا ربع تشيشه اهو. هنحط قد الدشيشه عيش مدشوش، يعني كيلو الا ربع عيش مدشوش. ده كيلو الا ربع عيش مدشوش، يبقى 3 كيلو عليقه وكيلو الا ربع عيش مدشوش وكيلو الا ربع تشيشه. وهنحط عليهم دي شطه حمراء، شطه حراقه، شطه حراقه، ايوه شطه حراقه، وما تخافيش. معلقه اهي، يعني نص معلقه، نص معلقه شطه حراقه. لو هي مش حراقه قوي يعني حطي معلقه كده ممسوحه شطه حراقه.
وهنحط تاني معلقتين حلبة، دي حلبة حصى اهي، معلقتين حلبة او 3 معالق، دي مش هتضر لانها حلوة مفيدة. بس اهم حاجة لو انت بتحطي الحلبة دي وماشية على الحلبة دي، قبل ما تبدأي ذبيح فيهم باسبوع او 10 ايام توقفي الحلبة عشان اللحمة بتاعتهم ما يبقاش ريحتها حلبة. وهنقلب كل ده في بعضه، هنقلب كل ده في بعضه كويس. وهنحط 3 معالق كبار نشا، هي دي معلقة صغيرة يعني، المعلقة دي من المعلقتين دول بمعلقة كبيرة، هنحط 3 معالق. ده نشا الذرة عادي، النشا اللي احنا بنستعمله في الاكل. النشا ده حلو قوي للاسهالات، مطهر معوي، بينضف بطنهم، وحلو قوي قوي للاسهال لو البراز بتاعهم طري. ماشي. وهنقلب بقى كل ده في بعضه. طبعا انت بتعملي الخلطه ديت بتقعد عندك كذا يوم، يعني مش كل ما تيجي تحط لهم بقى هتلخبطي، لا انت بتعملي الخلطه دي تسيبيها بقى تاخدي منها كل يوم تاخدي منها كده بدل ما تعملي كل مره. وبعدين ما تنسيش التجويع 5 ساعات، تجويع 5 ساعات الظهر تجويع. التجويع ده حلو قوي وبيطهر معدتهم وبيخليهم يفوقوا وبيخليهم يسحبوا من الاكل اكتر، بالذات في الحر ده. يعني انت بتشيلي من قدامهم الاكل من الساعة 1 الظهر لحد ما العصر يبدأ، ما تقلقيش هما هيسحبوا اكل اكتر لما تجوعيهم كده، ومعدتهم هتبقى حلوة وانت بتديلهم فرصة ان معدتهم تفضى، حتى لو هما ما بياكلوش لما تعملي وتجوعيهم كده هياكلوا اكتر. طبعا كل حاجه غاليه والدشيشه غاليه وكل حاجه غاليه، احنا لازم ندبر نفسنا ونمشي نفسنا الخلطه ديت، يعني عشان نوفر من العليقه شويه، وان شاء الله مش هيخسوا ولا يجرى لهم اي حاجه. بس اعملي زي ما انا قلت لك كده، اول مره لخبطي الربع، يعني خلي الربع التلات ارباع عليقه، والربع حاجات من اللي احنا بنلخبطها دي، العيش والدشيشه، ولو عندك رده برضو، بس الرده مش دلوقتي. وهنمشي نفسنا وان شاء الله هقول لك تعملي ايه بعد كده. ان شاء الله يعني كمان اسبوع كده هتخلي النص بالنص، يعني النص عليقه والربع عيش مدشوش والربع تشيش، وان شاء الله هيبقوا احسن فراخ باذن الله. ومع الخلطات وهقول لك تحطي كمان ايه على الاكل في الشويه، يعني الشويه الاكل اللي انت هتحطيهم في يومها، بس هقول لك هتحطي عليهم ايه. دول الشويه الاكل اللي انا هحطهم لهم مثلا دلوقتي، هتشوفي انت هتحط لهم اكل هيخلصوهم في قد ايه. دول مثلا اهم اللي هحطهم دلوقتي، هخرط عليهم بصلايه صغيره، مش هضربها في الخلاط، انا عايزه اخرطها كده حتت صغيره، انا عايزاهم يستفادوا بكل حاجه فيها على الاكل كده، دي غير اللي بتنضرب في الخلاط. بس تحاولي يعني تصغريها على قد ما تقدري عشان يعرفوا ياكلوها. لو عندك مبشره ابشريها عادي، بس هم كمان يعني هم ما شاء الله سنهم كبير، يعني هينقوها حتى لو كبيره شويه هينقوها. ودول فصين توم اهم برضو هنخرطهم عليه. انا عايزاهم ياخدوا مثلا حته التوم ولا حته البصل زي ما يكون كده بتديهم برشامه، فاهماني؟ اللي هي ياكلوا حته التوم ولا حته البصل زي ما هي صحيحه، مش محصوره بقى والعصير اللي فيها طالع. الخلاط بيحصرها بيخلي العصير والزيوت اللي فيها تطلع في الميه. لا انا عايزاهم ياكلوها كده كبرشامه، يعني زي ما اكون بتديهم برشامه كده، الحته بحتتها كده. امشي على الخلطات والوصفات ديت ومش هتندمي والله العظيم، باذن الله تبقى احسن فراخ. ودول ما انت بتهتمي بيهم زي ما قلتلك بيدوكي، طول ما انت بتتعبي بتاخدي، ربنا بيجازي كل واحد والله على قد تعبه. اتعبي شويه وان شاء الله ربنا هيجازيكي خير. بص اهم دول انا هحطهم لهم كده ياكلوهم، حتى مش هقلبهم قوي، انا هخلي البصل والثوم في الاول كده ينقوهم الاول. تعالوا بقى شوفوا الخلطه بتاعت اللي بتغلي على النار ديت بقت عامله ازاي. ده البوكس بقى، انا كده هطلعهم فوق، اطلع الفراخ فوق. وده البوكس عشان اول مره بقى افرشه، والاول هفرشه جير. انا كنت رشاه
كلور بقى ومطهراه وسايباه ينشف ومهوياه بقاله شهر. يعني هنحط الجير حتى على الحيطان. الجير ده مطهر وبيخلي الفرشه ناشفه، لو اي رطوبه في الفرشه ولا حاجه بيشد الرطوبه. الجير ده ما تقطعيهوش، اي مره تحبي تغيري فيها الفرشه لازم تفرشي الجير الاول. ولو الفراخ نقرت فيه حلو، الجير ده كلسم اصلا. وما تقطعوش من قدام الفراخ البيضه علشان ما ياكلوش البيض. طهر بيه الحيطان كده، لان طبعا كان فيه هنا فراخ قبل دي، لازم نطهر بيه كده. انا بفرش طبعا تبن اهو. انا حاطه لنده بيضه لان الجو حر دلوقتي، انما في الشتاء طبعا لازم تحطي لنده حمراء. طبعا احنا فرشنا البوكس وجبتهم اهم من تحت عشان اهولهم شويه، لحسن ده تحت بقى زحمه عليهم، وتحت بقى البوكس ضيق قوي لدرجه ان رجليهم ما بقوش يقدروا يقفوا على رجليهم، منهم ما بيمشوش وما بيتمشوش. قولوا بقى اللهم صل على سيدنا محمد، وقولوا ربنا يبارك لك يا ليلى يا رب، مع انهم يعني حاجه بسيطه، بس قولوا ربنا يبارك لك يا ليلى يا رب ويبارك فيهم، وربنا يبارك في القليل يا رب ويجعله كتير. في كتكوت معرفش طالع في رجله حاجه. بصوا الكتكوت ده معرفش طالع في رجله ايه. الكتكوت ده طالع في رجله حاجه، هي مش باينه من بصوا طالع في رجله يا عيني زي خراج او حاجه، مش عارفه بقى ده اعمل له ايه. هي قصبة رجله طالع فيها حاجه، ده خراج اهو. هشوف بقى افتحه ولا اعمل فيه ايه، وممكن افتحه انا بايدي برضو. يلا ربنا يسترها ويبارك فيهم يا رب. بصوا بقى طبعا دي السقايه هي اتحطيت فيها المشروب وزودتها ميه، وهحطها قدامهم بقى عشان الخشخشه اللي في صدرهم دي اهي. دي الاكل هو اللي احنا عملناه تحت، اللي عليه البصل والحاجات اللي احنا حاطينها عليه اهو. حطيت لهم بقى كده الخلطه بتاعه العلف، وريحه البصل بتشدهم، ريحه البصل بتخليهم يجوا على الاكل. وبعدين انا برضو كنت مجوعاهم شويه، كل ما تجوعيهم كل ما يسحبوا في العلف اكتر، وتجوعيهم زي ما قلت لك 4-5 ساعات، اللي هم بتوع الظهر دول بتوع الحر. والكتكوت بقى ده مش عارفه اعمل فيه ايه، اللي طالع في رجله حاجه ده معرفش بقى افتحها له ولا اعمل فيها ايه. ومع بعض ان شاء الله هنتغلب على الغلا اللي احنا فيه ده، وان شاء الله نوفر، واجيب لكم كل الافكار الحلوه باذن الله اللي تخلينا نوفر ونتعدى الصعب باذن الله. وان شاء الله طول ما احنا مع بعض هيبقى الدنيا بخير باذن الله. ويا رب يكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي، واللي لسه بيتفرج عليا لحد دلوقتي يحط لايك بقى ان شاء الله، عشان اللايك بيرفع الفيديو. اترككم في رعايه الله مع فيديو جديد، انتظروني باذن الله. السلام عليكم.